هلو. النهاردة هنعمل مع بعض النومز أو الأقزام زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت، وأكيد هقول لكم على كل البدايل اللي ممكن نستخدمها مع بعض. ويلا بينا نبتدي. عندي هنا كونز وشرابات وقطع قماش لأي حاجة قديمة عندنا للكريسماس، ممكن بلوفر قديم ما بقتش استعمله. عندي كمان مفرش فرو، لو مش متاح هنستخدم بداله الخيط الصوف، وهنشوف مع بعض في آخر الفيديو ازاي هيبقى أحلى كمان من الفرو الجاهز. عندي هنا لون بشرة هضيفه على شوية مية صغيرين خالص. انا عملت لون البشرة معاكم قبل كده، هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن لو حابين ترجعوا له وتشوفوه. هعمل ميكس كويس جدا، وبعدها هجيب الكور السبونج دي واحطها جوه اللون. دي هتبقى المناخير اللي بتبقى واضحة في النومز. ممكن نستبدلها بكور الخشب لو متاحة عندنا، ممكن كمان نستبدلها باللولي الاوف وايت او اللي جاي على لون البشرة شوية. عاوزة الاسبونج الابيض دي تاخد من اللون بس مش كتير قوي، يعني شوية صغيرين تلونها حاجة بسيطة. بعد ما خلصت هنا هسيبهم ينشفوا على جنب شوية. لما ينشفوا هنخلص احنا باقي النومز. هجيب هنا الكونز ونحطهم جوه الشرابات، وهنقفلهم من فوق بسلك او باستك. وبدل الكونز ممكن نستخدم ورق الكنسل، وكمان ممكن نستخدم الفلين الكور الصغيرة خالص دي. في ناس بتحب تحط رز او عدس، بس انا مش بفضل ده قوي لاننا عاوزينه يفضل معانا اطول فترة ممكنة. دلوقتي قطعة القماش اللي عندي هنقصها على شكل مثلث، وهناخد المثلث التاني من فوق كده. هفرد المثلث واحط الشمع من ناحية، وهلزق الناحية التانية عليه، وهتأكد كويس قوي انه اتلزق مظبوط. جيب سلك ونثبته من جوه. الخطوة دي لو السلك مش متوفر مفيش مشكلة خالص. ميزة السلك بس ان هو بيدينا حرية ان احنا نتني الزعبوط في الاتجاه اللي احنا عاوزينه، لكن لو مش موجود ممكن نثبته بالشمع عادي. هنظبط الزعبوط ونملاه كله بالفايبر او القطن. هنجيب بعدها الكون اللي حطيناه جوه الشراب، وهنثبته بالشمع كويس من الجزء الرفيع من الكون. وبعدها هنثبت السبونج اللي لوناها بلون البشرة.
الخطوة الأخيرة هنجيب الفرو ونرسم مثلث صغير، ونحاول نقص الفرو من غير ما نبوظ أطراف الفرو علشان تفضل منعكشة كده وطبيعية. وبعد كده هنلزقها كويس على النوم. عاوزة اعمل هنا نهاية للزعبوط، فهجيب خيوط الصوف والفها على ايدي كذا لفة، وهجيب خيط واثبتها من النص، وبعدها هحاول اظبط كل الاطراف واسويها بقدر الامكان. وبعد كده هنلزقها كويس على النوم. دلوقتي هنعمل مع بعض اخر حاجة وهي الدقن الصوف. ده قماش كوخ هظبطه على شكل مثلث، فهجيب خيوط الصوف والفها على ايدي كذا لفة، لان ده تقريبا المقاس المناسب مع حجم الكون اللي انا مستخدماه. بس لو اكبر من كده ممكن اجيب ورقة والف عليها بالمقاس المطلوب. هبتدي هنا من تحت، هحط الشمعة واحدة واحدة، هاخد الصوف وابتدي احطه. لازم استخدم ظهر فرشة او ظهر قلم اثبت بيه عشان ملسعش ايدي. ممكن اخد مجموعة اظبطهم كده مع بعض وابتدي احطهم. بعد ما خلصت خالص هبتدي اقلب الصوف واسويه على شكل مثلث. في الاخر ابص لو في اي جزء فاضي ممكن ارجع اظبطه واضيف ليه صوف تاني. ده الشكل النهائي بعد ما ركبت الدقن على النوم. عملت النوم صغير علشان لسه بفكر استخدمها في الديكور ولا اعلقهم على شجرة الكريسماس. قولولي انتوا ايه الانسب، اعلقها على شجرة الكريسماس ولا احطها كديكور؟ كل سنة وانتوا طيبين واشوفكم على خير الفيديو الجاي.